لو انا بعمل تسويق بدون ما يكون عندي بلان واضحه، فانا ماشي وانا مغمض عينيا، انا مش شايف انا رايح فين. حضرتك مصنع او تاجر وعندك منتجات، عندك منافسين، عندنا منافسين في مستوانا وعندنا منافسين اقل، وتواجدهم بقى على السوشيال ميديا هو ده الفيصل في الموضوع، لان في النهايه العميل ما شافش المصنع بتاع حضرتك، هو بيشوف الصوره اللي حضرتك بتقدمها له عن المصنع، هو ده تقييمه ليه. فالماركتير بيبتدي الموضوع عنده ببلان بيبقى فيها دراسه للسوق ودراسه للمنتج. لو انا بعمل تسويق بدون ما يكون عندي بلان واضحه، فانا ماشي وانا مغمض عينيا، انا مش شايف انا رايح فين. انا عندي هدف عايز اوصل، ببتدي بقى من بعد الهدف ده ابني الخطه بتاعتي على المدى القصير وعلى المدى البعيد. يعني هنقول هنعمل خطه لمده 6 شهور، وفي النص هنقدر نقيمها بعد 3 شهور. كل شهر بيكون في خطه منفصله، يعني ال6 شهور دولت بيكونوا عباره عن 6 بلان صغيرين، كل بلان او كل شهر عندنا تارجت معين احنا عايزين نحققه، عندنا هدف معين احنا عايزين نوصل له، وبنيجي في اخر الشهر بنقيم ادائنا في الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. على اساس بيبتدي البيزنس يتطور والبيزنس يدخل في مرحله اعلى من الشهر اللي قبل. بنيجي بعد 3 شهور نقول والله احنا وصلنا بيه لمبيعات بشكل معين. هنا نبتدي ناخد خطوات لوصلنا لتحقيق اهداف البلان اللي عملها الماركتنج.